انهي احسن في الشغل، اوس بيلدونج ولا الجامعه؟ بص، هو هنا في المانيا خريج الاوس بيلدونج بيتعين وخريج الجامعه بيتعين. الفكره في ايه بقى؟ المرتب بعد التخرج، هل اللي بياخد مرتب بعد ما يتخرج من جامعه زي اللي بيتخرج واخد اوس بيلدونج؟ دي نقطه كمان، وركز معايا قوي بقى في النقطه ديت. الترقيات نفسها، هل درجه الترقيات الوظيفيه اللي بيتخرج من اوس بيلدونج زي اللي بيتخرج من جامعه؟ اكيد لا، اكيد في اختلاف طبعا في الترقيات، في الدرجه الوظيفيه، طبعا في الرواتب. مش الفرق الكبير طبعا في الرواتب، يعني انت مش هتلاقي مثلا واحد بياخد 10,000 وواحد بياخد 5,000. مفيش حاجه اسمها الكلام ده اصلا، ومفيش الفرق ده اصلا في الرواتب. مهما كان الراتب عالي، مفيش اصلا الرواتب ديت عموما في المانيا، ومفيش الفرق ما بين الرواتب. يعني ما تلاقيش واحد مثلا بياخد 3,000 وواحد بياخد 1000، مفيش حاجه اسمها كده. فنقطه ان انت فرص الشغل للاثنين موجوده ومتاحه ودايركت، بعد ما تخلص بتطلع تشتغل. ولكن هل انت هتقبل ان انت مثلا ما يحقش ليك ان انت تكمل بكالوريوس؟ دي نقطه برضو. ان انت تكمل ماستر، اسف. فدي نقطه برضو بتتحسب اللي واخد جامعه، يحق له ان هو يكمل دراسات عليا. الاوس بيلدونج متاح بس بعده بس ان انت تدرس جامعه زي البكالوريوس بالظبط، ولكن مش متاح ليك ان انت تعمل ماستر، مش متاح ليك ان انت تعمل دراسات عليا. حتى الترقيات برضو بيكون فيها اختلاف، وبيكون الاولويه طبعا للي واخد بكالوريوس. طبعا الدراسه الجامعيه مهمه جدا، افضل طبعا من الاوس بيلدونج، ولكن فرص الشغل الاثنين تعتبر متساويه وواحده، بالذات في المجالات اللي فيها عجز. توفيق ان شاء الله.